السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا صحابي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسعادة. لو اول مرة تشوفوني، انا شيف هدير المصري، هكون معاكم ان شاء الله بوصفات يعني كلنا متعودين عليها، بس بتركات مختلفة وبسيطة ان شاء الله تنول اعجابكم وتبقى في متناول الجميع. النهاردة هنعمل الكنافة بالقشطة الكدابة. طيب، هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة عن نص كيلو من الكنافة، عليه معلقتين كبار من السمنة، تمام كده. دي الكنافة. القشطة الكدابة مكوناتها ايه؟ نص كيلو من اللبن، اي نوع لبن تفضلوه، سواء حليب او بخيره، او يعني لو معلب او سايب، اي حاجة. اهم حاجة نص كيلو. ومعانا هنا معلقتين كبار جوز الهند، ومعانا هناخد 3 معالق من النشا. تمام. هيتحط التلاتة دول على بعض. بعدين معانا السيروب بتاع الكنافة. معانا كوباية ونص من السكر، عليهم كوباية مية، معاهم كيس فانيليا، ومعاهم عصرة ليمون. تمام كده. دي كل المكونات. هنشوف اول حاجة هنحطها ايه ونرجع مع بعض. طيب، اول حاجة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا حلة فاضية ما فيهاش اي حاجة خالص ولا حتى نقطة مية. هننزل بمعلقتين كبار من السمنة. تمام كده. خلينا فاكرين ان الكنافة هنعملها بتركة جديدة ومختلفة، مش المعتاد اللي هي الكنافة تبقى سليمة. مش هتبقى سليمة معانا المرة دي، هتبقى بصوا هوريكم. طبعا كل انواع الكنافه، يعني في انواع كنافه بتتعمل بالكنافه السليمه اللي هي بتبقى الشرايط لسه ما اتقطعتش من دي. لا، انا دخلتها الفريزر وبقت مجمده وطلعتها وفركتها زي كده، يا اما قطعتها بمقص يا اما بتقطعيها بسكينه، تمام، عشان تبقى بالشكل ده. عشان احنا مطلوب مننا ان احنا نحمرها في السمنه دي. ماشي. عندك سمنه بلدي او سمنه عاديه، عادي حسب المتوفر عندك، بس تدينا طعم كويس في الاخر، يعني حسب السمنه اللي انت متعوده عليها. يفضل بلدي طبعا، بس حسب اللي موجود عندك، ما توقفيش، اشتغلي على طول. طيب، احنا بنحط هنا الكنافه. طبعا عايزين كلها لون واحد. ماشي. حمصها كويس جدا، كلها لازم تبقى لون واحد. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هنا كميه الكنافه هحمصها، يعني هخلي لونها ذهبي كده وارجع لكم تاني. طيب، الكنافه عشان تاخد اللون اللي احنا عايزينه اللي هو الذهبي هتاخد وقت معانا شويه. طبعا في الوقت ده احنا مش هنقف، هنشتغل في حاجه تاني. هيبقى هنعمل القشطه الكدابه. هي عباره عن ايه؟ هنيجي هنشوف دلوقتي. طيب، معانا هنا حله فاضيه ما فيهاش برده ولا ميه ولا اي حاجه. هننزل بسم الله الرحمن الرحيم بنص كيلو من اللبن، او كوبايتين من اللبن كبار. تمام. يعني كوبايتين هيبقوا بمعدل نص كيلو. خلاص كده. طيب، انا ضفت هنا نص كيلو من اللبن، هنزل عليه بمعلقتين كبار من جوز الهند. تمام. بعد ما نزلنا بجوز الهند هننزل بثلاث معالق كبيره من النشا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مش هنحط سكر، لان السيرب بعد ما نحطه على الكنافه هو اوريدي بيبقى فيه سكر، مش هنحتاج سكر في القشطه. تمام. بصوا، بسم الله. بصوا القوام عامل ازاي. قوام عامل زي اتقل من البشاميل سنه بسيطه، مش اكتر من كده. تمام. احنا هنطفي عليها خلاص كده، هي خلصت معانا. هنيجي بقى للكنافه هنا نشوف احنا وصلنا لفين. بصوا الجمال. عايزه اقول لكم ريحتها قبل ما اعمل اي حاجه، يعني ما شاء الله اللهم بارك، ريحتها حلوه قوي. بصوا، قربت تدخل على اللون اللي احنا محتاجينه. خلاص. يلا هكمل اللون بتاعها واجيلكم. طيب، انا هنا يا بنات بصوا وصلت للمرحله اللي هي عامله ازاي. هو زي اكني بحمر شعريه. تمام كده اهي. خلاص، انا هطفي عليها كده، مش هكمل خلاص في اي، يعني مش هكمل اللون اكتر من كده. هو كده تمام. طيب يا بنات، احنا خلصنا هنا الكنافه، خدت اللون ده معانا. تمام. القشطه الكدابه او اللبن، وعليه 3 معالق نشا، وعليه ظرفين من الفانيليا، وعليه معلقتين كبار من جوز الهند. ده خلاص خلص اهو بقى بالقوام اللي قدامكم ده. هو ده المطلوب. طبعا حطينا هنا السيرب عشان على ما نخلص يكون خلص.
تمام كده. السيرب اهو. معانا هنا بقى صينيه ما فيهاش اي حاجه، هندهنها سمنه عشان ننزل بيها ننزل عليها بالكنافه، هندهنها واجيلكم. كده يا حبايبي عملنا الطبقه بتاعت السمنه. هننزل بالكنافه عندنا المحمره، هنرص كده. تمام، هنرصها كده اهو في الصينيه كلها، هرصها واجيب. انا هنا عملت طبقه من الكنافه، هحط عليها القشطه واوزعها كويس قوي واجيلكوا برضو نشوف المرحله احنا وصلنا فين. هنا حطيت الطبقه بتاعت القشطه. طبعا الكنافه طبقه او طبقه بعد ما عملنا الصينيه بالسمنه حطينا طبقه كنافه، بعدين طبقه قشطه، بعدين هنحط باقي الكنافه عندنا كده. هنحط في الجناب عشان القشطه ما تطلعش من الحشوه، يعني ما تطلعش بره. تمام، وتلزق في الصينيه. ده شكلها بعد ما حطيت الطبقه التانية من الكنافه. تمام. افكركم عملنا ايه. حمرنا الكنافه، وبعدين حمرنا الكنافه في معلقتين سمنه، بعدين بقى لونها ذهبي كده. رحنا حاطين اول طبقه بعد ما دهنا الصينيه سمنه، حاطين اول طبقه من الكنافه، وحاطين القشطه الكدابه اللي احنا عملناها مع بعض، حاطينها دي تاني طبقه كأننا بنعمل رقات بشاميل كده. وبعدين حطينا تالت طبقه اللي هي باقي الكنافه معانا. طبعا دلوقتي هحط سمنه على الوش وهدخلها الفرن، وبعدين هنزل عليها بالسيرب وهرجع لكم في الاخر. طيب يا حبايبي، دي شكل الكنافه بعد ما طلعناها من الفرن. بسم الله ما شاء الله، حلو قوي. بصوا عامله ازاي. حلوه جدا. تمام. الوش بتاعها بصوا عامل ازاي، شايفين؟ حلو جدا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هننزل عليها بالسيرب اللي احنا عملناه مع بعض. بسم الله. طيب هنا بعد ما عملنا لها السيرب، بعد ما حطينا عليها السيرب ماشي، هنسيبها بقى لحد ما تبرد ونقطعها زي ما احنا عايزين. بصوا يا حبايبي، دي بعد ما قطعتها بصوا، بصوا القشطه من جوه حلوه قوي. دي حته اهي انا قطعتها، بصوا شكلها حلو قوي. يامي، حلوه جدا. مم. يلا جربوها وقولوا لي ايه رايكم، ان شاء الله تعجبكم. ولو اول مره تشوفيني، انا اسمي شيف هدير المصري. اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شرفتوني نورتوني، واتمنى اكون كنت خفيفه على قلبكم. باي باي، واستنوني في فيديو جديد. السلام عليكم.